تعرفوا كل سفينة تيتانيك، بصح وشي الحاجة اللي خلت السفينة هذه تغرق؟ لعنة المومياء آمين راح المصرية. في 15 أفريل 1912 انطلقت رحلة التيتانيك، السفينة التي لا تغرق، وأول حاجة دارتها هي أنها غرقت في البحر. سفينة التيتانيك تحدت الله والطبيعة وقالت باللي حاجة ما راح تقدر تغرقها في نص البحر، ولكن الغريب أنه السفينة هذيك خبطت في جبل جليدي، مش غرقها برك، قسمها على زوز. كانت في السفينة هذيك 2223 راكب و706 برك منعوا من الموت. ومن وراها بدات الحكايات والروايات على تيتانيك، ومن بينهم لعنة المومياء آمين راح، وقالوا باللي بسبب المومياء الملعونة هذيك غرقت السفينة. بصح وجاب مومياء مصرية في سفينة التايتانيك. المومياء تاع الأميرة الفرعونية هذه يرجع لعام 1500، وفي 1890 تم اكتشافها لأول مرة. باعوها بها بالتابوت تاعها لتاجر أمريكي، التاجر الأمريكي هذاك باعها لعالم آثار بريطاني. من ورا ما باعها ب3 أيام وقبل ما حتى يبدا يصرف صورديها هادوك مات هذاك التاجر الامريكي. كيفاه مات؟ كي كان قاعد يصيد في البط انفجرت فيه بندقية الصيد هذيك، طيرت له دراعه ومن وراها مات. وزوج صحابه اللي هزوا معاه هذاك التابوت حتى هما ماتوا في ظروف غامضة، تخيلوا. ومن وراها زاد واحد من الخدامة تاعو حتى هو مات. ولهنا قرروا انهم يتخلصوا من هذاك التابوت وهذيك المومياء ويهديوها للمتحف البريطاني. من وراها بعوام قرر المتحف البريطاني يتخلص من هذيك المومياء بها بالتابوت بأي طريقة وعرضها للبيع. وعلاه؟ لأنه الحراس اللي كانوا يعسوها في الليل يسمعوا صوت البكاء قاعد يخرج منها، تخيلوا. ومش هيك برك، لدرجة أن أولاد الحراس هادوك ولو يموتوا الواحد ورا أخوه. أي حارس يجي يتهلا في هذيك المومياء ويعسها ولده في الدار يمرض بالحصبة 7 أيام ويموت. وقبل ما يتخلصوا من المومياء بيومين زارت المتحف الوسيطة الروحانية الشهيرة هيلينا بلافاتسكي. إذا حابين نحكي لكم عليها قولوا لي في التعليقات. كيما دخلت للمتحف بعد حكمتها رعشة مش نورمال وخوف، وقلت لهم بلي المومياء هذيك تسكنها روح شريرة، انه الحل الوحيد باه تخلصوا من هذيك الروح الشريرة انهم قتلوها وحنطوها وخباوها في التابوت. وكي عاودوا حلوا هذاك التابوت خرجت الروح الشريرة هذيك من جديد، تخيلوا. ومش هيك برك، قلت لهم القوة الشريرة هذيك كي خرجت لازم تتخلصوا من هذيك المومياء في أقرب وقت، وإلا راح تدير لكم كارثة كبيرة. على هذه باعوا المومياء هذيك المتحف في نيويورك، وباه ينقلوا الجثة من متحف في بريطانيا المتحف في نيويورك داوها في التايتانيك. قبل ما يديو المومياء هذيك بالنهار للسفينة، واحد من اللي هزها اسمه ستيد وكان يخدم صحفي قال لهم بلي المومياء هذيك راح تقتل واحد في السفينة، واذا ما قتلتش واحد راح تدمر حوايج ما كانش متخيلينها خلاص. وعلاه؟ لانه على باله بسبب المومياء هذيك تقتلوا بزاف وماتوا بزاف وناس بزاف دخلوا في عقلهم. وفي اليوم اللي وراها سفينة التايتانيك تغرق كاملة بسبب جبل جليدي قدر يغرق ويقسم سفينة التيتانيك العظيمة على زوز. من ورا ما غرقت سفينة التايتانيك واحد مليونير أمريكي تكفل بالتابوت والمومياء هذيك. التابوت رجعوا لبريطانيا والمومياء طلعها المتحف في كندا. في الاخر خلاص استقرت هذيك المومياء في ايرلندا. هيك كانت نهاية اعظم سفينة اللي تحدت الطبيعة، وكانت النهاية تاعها بسبب اللعنة الفرعونية. درك قولوا لي نتوما اسكو صح تصدقوا باللعنة الفرعونية والا لا؟ وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تابعوني حساب الاحتياطي، نخليه لكم لتحت على الانستغرام إكرام بشكو.